تاگو دنیا هەیە وێژنا ئەم بێژن ژنا کورد بەتایبەت و ژنا جیهانیژی بگشتی ینی وێ تەکوشینێ بکەی ji ber ku jin her tişte tişta yan jî kesayeta herî giring di cîhanê de jin e ji ber ku jin hevjîn e jin xwe he jin dê ye jin heval e jin her tişte û ji alîkî dî jî bi rastî jinê tekuşîn kir ji roja sedê sala de tekuşîn kiriye tekuşîn kiriye di hemû em bêjin di hemû mecala de di siyasetê de di civakê de di kar û bar de di her tiştî de jinê tekuşîn kiriye û em wekî jin jî em tim û tim heya dinya heye em ê bi rastî jî em ê pişta jinê bikirin em ê piştgiriya jinê bikin ji ber ku jin hebe dinya heye ku jin hebe civak heye ku jin hebe her kes heye wekî jinekî jî bi rastî em jinên Kurd yên Arab yên Aşûr yên Siryan di nava Rojavayê Kurdistanê de em her û her jî em tekuşînê dikin bi hev re di hemû em bêjin di hemû mijarên xwe de em tekuşînê dikin bi hev re ji ber ku jin yek e li Kubê yek e em ê wî tekuşînê berdewam bikin heya ku em bêjin em mafê jinê qezenc bikin em mafê jinê bi giştî yanî em karibin bigirin dest em karibin qezenc bikin û ji bo ku jin her bimînê simboleke cîhanî û carekê ez dibêjim cejnava pîroz bê û jin jiyan azadî. خلال فترة 14 عام من الحراك في سوريا عانت النساء في سوريا ما عاناه جميع المجتمع السوري، لكن النسبة الأكبر كانت للنساء السوريات. وخلال هذه الفترة طبعا اندمجت النساء في المؤسسات والمنظمات والجمعيات النسوية من جميع المكونات السورية. طبعا تعايشت المرأة مع بعضها البعض من خلال الأفكار والنضال لأجل حقوقها من أجل أن يكون المجتمع السوري مجتمع ديمقراطي يؤمن بحرية المرأة. ومع اقتراب يوم المرأة العالمي أبارك لجميع النساء السوريات اقتراب هذا اليوم، وأتمنى لهن دوام النضال من أجل أن يكون لهم حقوق دائمة في الدستور السوري وحماية مكتسباتهن اللواتي ناضلن من أجلها لكي تعيش المرأة بحرية وكرامة. طبعا نحن مقبلين على 8 آذار اللي هو يعتبر اليوم العالمي للمرأة اللي أخذت حقها بهذا اليوم اللي يعتبر شيء مميز من أحد مكتسبات ثورة المرأة العاملة. فكمان نحن في مناطقنا حققت المرأة وإلى مكتسبات كتير كبيرة اللي هو بثورة المرأة اللي تميزت هون بمناطقنا هو تكاتف ونضال كل النساء الموجودين من كل المكونات. اليوم المرأة السريانية مع المرأة الكردية والعربية واليزيدية والأرمنية قدروا أن يثبتوا أنه المرأة ثابتة بإرادتها وبقوتها، قدرت تكتسب كتير مكتسبات بهاي الثورة اللي هي وضعتها بمناطق صنع القرار وأخذت مكانتها المرأة. هذا الشيء اللي نحن اليوم لازم نحن كنساء نتكاتف كمان لنحافظ على هالمكتسبات ونناضل كمان لتاخذ المرأة حقوقها اللي هي من بهالزمان وبهالفترة في إقصاءات كتير للمرأة. فلهيك نحن اليوم تكاتفنا مع بعض تكون المرأة قادرة لتثبت وجودها، وهذا إثبات وجودها بإرادتها وبثورتها. اليوم التكاتف والتضامن مع بعض اللي يدل على السلم الأهلي الموجود بين كل المكونات. اليوم المرأة ما عم تطالب بس بحقوقها كمرأة، إنما بتطالب بحقوق كل الشعوب الموجودة بالمنطقة لتاخذ حريتها وحقوقها بثقافتها بلغتها بتاريخها، لأنه هالمنطقة تاريخ وإرث قديم لكل شعوب المناطق. اليوم الثقافة ممتزجة بين ثقافة السوريان بين ثقافة الأكراد والعرب واليزيديين وحتى الأرمن. هذا ما يدل أنه مجتمعنا مجتمع مسالم محب التكاتف بين الشعب بين الشعوب اللي هو المرأة عم تقود هذا التكاتف بإثبات وجودها اليوم بثورة المرأة اللي كانت ثورة هي اللي كانت الريادية القائدة الريادية لهذه الثورة. اليوم لازم نحافظ على هالمكتسبات والناضل لن تستمر، لأنه اليوم ما هو فقط اليوم هالمكتسبات، لأنه نحن نطالب بحقوق شعوبنا وحقوق المرأة.